السلام عليكم. معكم خالد مستعيد، رئيس جمعية التربية والتكوين والتنمية الاجتماعية، المكتب التنفيذي للجمعية. بطبيعة الحال حنا اليوم بصدد تنظيم الدورة الخامسة لأكاديمية الشباب اللي خدنا على العاتق ديالنا على أساس أننا نواكبوا هذه الأكاديمية، نواكبوا الشباب ديال فروع الجمعية على المستوى الوطني. بطبيعة الحال هذه الدورة هذه ممثلة بجميع الفروع ديال تقريبا جميع الفروع ديال الجمعية. هناك بعض الغيابات ديال بعض الفروع اللي بعيده او عندها يعني الطريق طويله شويه كذا الى اخره. اقتصرنا على الشمال والوسط والجنوب، اسفين مراكش الى اخره. بطبيعه الحال هذه الدوره هذه خدت العاتق ديالنا اننا نواكبوا الشباب في الديناميكيه او ديناميكيه الشباب لتحقيق التنميه المجتمعيه. بطبيعه الحال هذا جراء هذا الحراك اللي عرفته بلادنا وهذا التحرك الشبابي اللي نزلوا للشوارع وبداو يعني تيعبروا على الراي ديالهم. وحنا كجمعويين عندنا شباب داخل الجمعيه اللي بغيناهم يتاثروا في هذا المجال، يتاثروا في الترافع، يمتى الرافع وعلاش الرافع وكيفاش الرافع. خصصنا لهذا المجال خيره الاطر الوطنيه اللي غتشتغل معهم في هذا الخضم. الاستاذ رزقي احمد رزقي من المتخصصين في هذا المجال، هذا هو رئيس الائتلاف المغربي لمجالس دور الشباب. والاخ والصديق الدكتور التاج مصطفى التاج عنده مجموعه ديال المراجع ومجموعه ديال الكتب، كان اخرها كتاب التطوع اللي حتى هو غيسلط الضوء على دور الشباب كقوه دافعه، لان الشباب هما الفئه العمريه الاكثر بالنسبه للمغرب ديالنا وبالنسبه للبلاد ديالنا. بطبيعه الحال كقوه دافعه وقوه عدديه اللي خاصها تاثر التاثير الصحيح باش البلاد ديالنا تكون بخير وعلى خير. وهذا التقطناه والتمسناه في الخطاب الاخير ديال صاحب الجلاله اللي عطى ادوار وزكى مجموعه ديال الاصلاحات تخص الشباب بلا ما نسردها، فيها الانتخابات، فيها التشغيل، فيها مجموعه ديال الاشياء اللي تتهم الشباب. اذا بغينا بلادنا تكون بخير وعلى خير. والدرس خدناه الاخير بتفوق المنتخب ديالنا اللي تمثلوا العمر ديال الشباب، وكاس العالم اللي كان حلم وكان صعب التحقيق ولا سهل بالنسبه للوليدات، لان كانت عندهم قوه وكان عندهم غيره وحاملين القميص الوطني. وتحيه من هذا المنبر هذا كجمعيه التربيه والتكوين صاحب الجلاله نصره الله. شكرا.